عائلة كنزي ستارز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما انتوا عارفين بداية التوقيت الصيفي بدأ، وفي ناس موبايلاتها ما بتغيرش للتوقيت الصيفي، بتفضل على التوقيت الشتوي، ودي بتبقى مشكلة بالنسبة لهم، عايزين يغيروا التوقيت. في ناس طبعا موبايلها بيغير اوتوماتيك على طول اول ما التوقيت الصيفي يجي، دول خلاص تمام ملناش دعوه بيهم. احنا دلوقتي بنتكلم عن الناس اللي عندها مشكله ان موبايلاتها كل سنه بتفضل مكمله على التوقيت الشتوي وما بتغيرش للتوقيت الصيفي. يعملوا ايه؟ جبت لكم حل لو انت موبايلك بيعمل الموضوع ده. تعالوا نشوف الحل مع بعض. وانا عملت ايه في الموبايل بتاعي عشان خاطر اخليه ينقل للتوقيت الصيفي بدل الشتوي. اول حاجه بندخل على الساعه وبنضغط على الثلاث نقط اللي فوق دول، النقطتين قصدي اللي فوق دول، وبنختار الاعدادات. بننزل تحت عند التاريخ والوقت نضغط عليها. بعد كده بنشوف المفروض الضبط التلقائي ده بيكون متفعل، اللي هو بيكون مكتوب عليه توقيت شرق اوروبا الرسمي، ويبقى كاتب ان هو -2، يعني بعد توقيت الزولو بساعتين، اللي هو خط جرينتش. الزولو ده اللي هو خط جرينتش، المفروض ان هو بعديه بساعتين. ده التوقيت الشتوي بتاعنا. احنا عايزين نعمل التوقيت الصيفي نخليه -3 ساعات. هنعملها ازاي؟ هنقوم قافلين الضبط التلقائي ده، نقفله كده اهو، وندخل عند المنطقة الزمنية اللي هو توقيت شرق اوروبا الرسمي -2، هنضغط عليه اهو، وندور على توقيت يكون -3 بحيث انه يكون قريب مننا. افضل اختيار ارشحه لكم هو ان انتوا تختاروا توقيت الرياض، عشان هو زاد عننا بساعة، ولو اخترتوه مش هيكون في فرق كبير قوي في التوقيت ولا اي حاجة، فده احسن اختيار. طبعا زي ما احنا شايفين عندنا هو الرياض -3 والقاهرة -2. الناس اللي موبايلها ما بيغيرش يبقى عندهم القاهرة -2، لكن الناس طبعا اللي موبايلها بيغير اوتوماتيك يبقى عندهم القاهرة -3. فهنختار الاختيار ده اللي هو الرياض -3، بس كده. وبكده يبقى الوقت اتغير زي ما احنا شايفين. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت جميل زيكم، ولو عندكم اي استفسارات سيبوها لي تحت في قسم التعليقات، واكتبوا لي حابين اعمل لكم فيديوهات عن ايه تاني المرة الجاية. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، وبحبكم بعدد نجوم السماء. مع السلامة.